يا ابن بلدي تعالى وشوف، فارس العرب جاي من السعودية من آخر الدنيا عشان يقدم لنا مواهب مصرية ومواهب في كل الدنيا. كل اللي له موهبة، كل اللي موجود بيجي عندنا. هو بقاله هيقعد 3 أيام يجهز في قاعة حسين فهمي، القاعة اللي فعلا تلم أهل بلدنا وتلم البلاد التانية. بنقول له كل سنة وانت طيب، وحاجة جميلة منك ان انت فعلا تراعي كل المواهب، وان المواهب تبقى هنا موجودة بشكل رسمي ومباشر، وان فرسان الشعر في كل مكان يبقى لهم تواجد من خلال منصات إعلامية ومنصات ثقافية ومنصات أدبية. احنا بنشوف حضرتك جايب التلفزيون المصري وجايب الجرايد وجايب الراديو وجايب إعلاميين من كل مكان، حتى بتدعم الإعلامي كمان. الإعلام اللي هو بيقدم ليك الحفلة بيبقى مدعوم بحب ونشاط. تقول إيه وتوجه رسالة لشباب العالم العربي بإيه وانت فارس الشعر العربي؟ أقول فعلا كلمة تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا معها الشعوب العربية والأمة المسلمة في كل مكان. أنا أتيت لجمهورية مصر العربية لكي ينفذ فارس الشعراء العرب بين أهلي وأخواني وأخوان العرب أجمعين. فأنا أدعمهم وأدعم كل أديب، كل شاعر، كل مثقف يريد أن يبدع موهبته وإبداعه، أدعمه، لأنني إنما أنا جندي من جنود هذا الوطن الغالي العزيز. وأيضا هناك أناس كثيرون لم تتح لهم الفرصة ولم تهيأ لهم الظروف، فأنا أدعمهم لكي تسجل في دواوين حياتي وذكرياتي أنني قمت بعمل وطني، عمل يجمع بين الشعراء ويجمع بين اسم العروبة، ويجمع بين هذه المواهب الجميلة التي تقول للعالم ها نحن العرب لدينا ثقافة، لدينا أدب، لدينا شيء اسمه روح التعاون والتآلف. وأدعو كل مصري ومصرية وعربي وعربية أن يحضر معنا يوم الخميس بتمام الساعة 3 عصرا إلى حتى الساعة 10، ويشارك معنا لكي نكتشف هذه الإبداعات ولكي ننمي هذه الإبداعات، لكي نظهر هذه الإبداعات، لكي نفتخر بوطننا الغالي، سواء كنت أنا سعودي أو مصري أو أي دولة عربية، لكي نظهر هذه الإبداعات الجميلة، لكي تتغنى الناس بروح الأمل وصوت الحق والسلام والأمان. وأيضا نريد أن نشع للناس نور اسمه الشعب العربي بثقافته، الشعب العربي بأصوله العربية يقدم أجمل شيء. لا نرى ولا نظهر هذه السلبيات الذي فيها حروب وفيها أسر وفيها شيء يجعل الإنسان يموت فكريا ويذهب من عقله وقلبه الأمل. نحن ندعم الأمل بالأمل، وبكم نحيا يعني أنت بأمل. كل هدفك النور، تنور لشبابنا الطريق. عشان فعلا في ناس يعني بتبقى مختفية مش ظاهرة، مش عارفة لها سبيل للوصول. أنت النهاردة بتديها الفرصة وبتديها كمان أمل إن هي تبدع وتفكر، وإن يبقى شعراء فرسان شعراء العرب هو الطريق الأمثل للوصول للهدف وللهوية اللي البني آدم بيحبها. وإن الشعر فعلا زي ما كنا قدماء قدام الخلفاء بيتغنوا بالشعر وكانوا هو اللي بيصعدهم لأعلى الدرجات، انت النهاردة فارس شعراء العرب. عايز تقول للشباب ايه واحنا في عصر حديث والشعر فيه فعلا النهاردة أصبح أهم عنصر من عناصر الحياة؟ أنا أتيت لمكان القلب ومكان الروح والجسد لكي أجعل هذا الجسد يحيا حياة جميلة، حياة فيها أمل، حياة فيها سعادة، حياة فيها إظهار موهبة جميلة. الشعر إحساس، الشعر يترجم ما في القلب، يظهر ما في الفؤاد، يعنون الأشياء، يوصف الأشياء بمكانها. أما الحزن فهو موت الأحياء وقتل السعادة، وأنا
أتيت لكي أمد يدي لهؤلاء الموهوبين لكي يظهروا مواهبهم ويبدعوا، ولكي يؤجروا أنهم يدعموا الأمل ويدعموا السعادة، وأيضا لكي تجتمع الدول العربية بقلب واحد، بجسد واحد، بجمهورية واحدة، بلاد واحدة، كأنهم في وطن يعني واحد احنا عربي. هنوحد الشعوب كلها. نعم. بس نسميها جمهورية ايه؟ جمهورية الحب جمهورية الحب والسلام والسلام. للإسلام وللعرب. وأيضا اجتماع الناس بجمهورية مصر العربية تعتبر سياحة دينية، سياحة أثرية، سياحة تاريخية، سياحة علمية، سياحة علاجية، سياحة من جميع أنواع السياحة، والفائدة تكون عامة إذا حضر مصر. لا شك أن مصر هي تاريخ وتراث ومنفعة لكل واحد، كل شخص يزور مصر يجد هذه المنافع ويتلذذ بالروح المصري وبهالأجواء الجميلة وبهالناس الطيبة وبينها الثقافة العالية وبينها الأنس وبين النكتة وبين الناس المتواضعة، بين الناس التي ليس فيها تكبر، ناس ليس فيها تزمت، ما في إلا ضحكة ونكتة وهزار وألذ أنواع الطعام. وفعلا أنا أتيت لمكان القلب من الروح والجسد. على فكرة فارس شعراء العرب كريم النهارده جايب لي مايك وانواع كتير لقنواتي، وفعلا دعمني، وانا بقول له الف شكر. وهنسمع منه حاجه للانسان فعلا اللي حاسس بالناس وحاسس بالانسانيه وحاسس ان مصر قريبه له، وبتجري في دمه. واحنا النهارده هنسمع منه حاجه. وفي معلومه اخر